من كام يوم شفت خبر بيقول إن مجلس الوزراء تلقى أكتر من 145 ألف شكوى. لما شفت الرقم اتخضيت وزعلت وبدأت أسأل نفسي تساؤلات أعتقد إن في ناس كتير منا في الشعب المصري هتسأل نفسها نفس السؤال. 145 ألف شكوى، يعني 145 ألف أسرة بعتوا شكاوى لمجلس الوزراء. دول اللي قدروا يوصلوا. طيب، هو مجلس الوزراء محتاج كم موظف يفرز الشكاوى دي؟ وكل موظف هياخد كام شكوى؟ وكل شكوى هتاخد منه كام وقت علشان يقراها ويفهمها ويبدأ يوزعها على المختص بتاعها؟ طبعا كل شكوى على حسب الوزارة بتاعتها، وهيتم البت فيها وهيتم حلها أو هتتركن على جنب. أنا لما شفت إن مجلس الوزراء تلقى 145 ألف شكوى أنا ما فرحتش لسبب، لأن أنا حسيت بخيبة أمل كبيرة جدا، وحسيت إن فعلا إحنا ماشيين في اتجاه مش مظبوط. أولا أنا واحد من الناس الداعمين لثورة يونيو بشكل، يعني ناس كتير تعرفني وتعرف أنا دعمتها قد إيه ودعمت انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إيه. ولكن بعد مدة طويلة، يعني نقول داخلين على 9 سنين، أنا شايف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شايل على كتفه حمل ما يستحملوش حد، وأعتقد إن هو اللي عامل في نفسه كده. لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا لما بشوفه ومن كتر المشاكل ومن كتر الهموم وبيسارع الوقت علشان ينجز ويخلص ويبين نتائج ملحوظة، وللأسف بتيجي خبطات بتطير نسبة كبيرة من النتائج دي، واحدة كورونا وواحدة أوكرانيا، والخبطات اللي كانت قبل كورونا اللي هي كانت الدعوات بالنزول والإشاعات اللي بتطلع على القنوات والتهديد. فأنا شفت إن أنت شايل حمل زيادة عن اللزوم، على الرغم إن أنت في تحت إيدك مساعدين المفروض إن هم يساعدوك في إنجاز ما يمكن على حسب. يعني انا ما اعتقدش ان انت لما تبقى معين رئيس وزراء وتحت ايده محافظين وتحت ايدك وزراء كمان مع رئيس الوزراء، ومع ذلك الانفراد بسياسة الحلول أحادية الجانب لوحدك، فانت كده انت بتحمل نفسك حمل زيادة عن اللزوم. لان انت اعفيت الوزراء واعفيت المحافظين من ان هم ياخدوا قرارات في حاجات حاسمة ناجزة تخلص مشاكل بسرعة. فانت كده خلينا ان الموضوع بدل ما هو هيتحل في المحافظة من جانب المحافظ، لا ده لسه هيتعرض على الوزير المختص، والوزير المختص يرفع لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يرفع لرئيس الجمهورية. اذا ال 145 ألف دول أنا أعتقد إن هم كانوا لا يقلوا أو يزيدوا عن 5000 شكوى. وصلوا ل 145 ألف بسبب كده، بسبب الوقت المهدر في إن إحنا لسه بنعرض وكل واحد بيطلع على اللي فوقه. وحتة إن أنت تفضل ماشي بسياسة الأب رب الأسرة أو العيلة اللي هو الكبير في السن، زي ما كنا بنشوف زمان، اللي هو الجد اللي شايل هموم البيت على كتافه، وانت مفيش حد في البيت، لا واحد ابنه متجوز او مراته او عياله اللي هم احفاده يقدروا ياخدوا قرار من غير ما يرجعوا للجد. هو ان انت تنفرد بالحلول من عندك وكرئيس جمهورية، وخوفك الزيادة عن اللزوم ان انتوا لو اخدتوا قرار مخالف للي انا عايزه هيبقى فيه مشكلة للبلد وده ممكن يعطلنا. احنا بالفعل ده بيعطلنا. فحتة ان انت 145 الف شكوى، يعني 145 الف بيت بيئن وعنده مشاكل، ومش مشاكل بتبقى سهلة اللي يخلي واحد يهتم ويبعت شكوى لرئيس وزراء، اعرف ان الموضوع كبير ومش سهل.
فانا مش مبسوط ان انت كرئاسة وزراء بتعلن ان انا عندي 145 الف شكوى. انت ال 145 الف شكوى دول انت هتستنى شهرين هيبقوا 250 الف شكوى. طب المحلول منهم قد ايه؟ اللي تم انجازه منهم قد ايه؟ طب واحنا هنفضل لغاية امتى في قصة زي دي؟ طيب انا من رأيي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، انا دلوقتي تعبت في ان انا اخترت وزراء وبتعب في ان انا اختار محافظين، واحنا كشعب شايفين ان ولا محافظين بتنجز ولا وزراء بتبت في الامر. فاذا الموضوع فعليا احنا داخلين على مشكلة كبيرة. سيادة الرئيس، شيل عن كتفك جزء كبير من المسؤولية بان انت ترميها للوزراء بصلاحيات والمحافظين بصلاحيات. لكن رب الأسرة اللي لو ما اتحلتش من عندي هتبقى مصيبة وتبقى كده في خلل في البيت، لا، كده انت محمل نفسك زيادة عن اللزوم. وكفاية اللي انت شايفه واللي انت بتشوفه واللي انت بتسمعه واللي انت بتقراه. فشيل عن كتفك علشان ال 145 ألف شكوى يخفوا من على كتفك، وبالفعل الناس دي تتحل مشاكلها. دي وجهة نظري، وأنا حبيت إن أنا أوصلها بطريقتي وبأسلوبي، وأتمنى إن كلامي يوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. أتمنى أتمنى أتمنى. السلام عليكم.